المواجهه على فكره في الضربه المزدوجه اللي فاتت. جونيور ينقل الملعب كويس، محمود علاء تسديده جامده، جول جول جول، خطير شرير يا ابني، مش ممكن اللي فاتت. محمود علاء فوقنا واحنا خلاص عرضه جهازه الفني وفرقته بتسديده مش ممكن. قويه اللعبه لو اتقاس. بص شوف محمود علاء بيعمل ايه، يا ولد يا ولد يا ولد. قلت اللاعب النهارده اللي اشتغل باك في الجبهه اليسرى في بدايه التشكيله واتنقل تكتيكيا بعد طرد مصطفى جلال. ما عندهمش كوره لكن هو اسمه كبير مفيش كلام. ملودة حطها حلوه جوه، هدف اول محمود علاء، هدف اول لمحمود علاء. ارتقاء لنادي وادي دجله. ادي مره ثانيه عرضيه معموله حلوه قوي الركنيه، الراجل طالع لوحده في وسط طلع لعيبه وحطها على شمال احمد الشناوي. طبعا عدم هنا تركيز من خط الظهر. راح كمان معروف يوسف، كان رايح ممكن هو يقابلها يوسف لكن رايحه في الزاويه البعيده. ادي ملوده حطها هنا الركنيه حلوه قوي، فيها لفه سهله لاي مدافع او اي مهاجم ان يعمل ارتقاء ويحطها بدماغه. يلعب على طول على ايمن القريب، يطلع حسن شاهين حارس المرمى وتوصل تاني لملوده. ضاغط وادي دجله، يعملها تاني خطيره وجوه الجول، جوه الجول. الكره العرضيه اتعملت، طلع حولها راسيه تسكن الشباك، مش ممكن في الكره اللي فاتت. وادي ملوده وادي محمود علاء. اي كره هتقطع هنا وهنا ممكن فيها خطوره حلوه يا ولد. يا سلام يا محمود علاء، يا سلام، كانت رايحه المكي يعني سهله جدا. حلوه البينيه، الله عليك ايمن حفني، عملت حلوه لعمر جابر. محمود علاء بيطلع ركنيه يا ولد يا لعيب. مصطفى واحد ضد واحد، مصطفى فتحي ياخدها لنفسه، عدى ممكن يلعب العرضيه لكن هنا بعدت عن رجليه الشمال لكن راحت على رجله اليمين عشان كده ما قدرش يلعبها مصطفى. وادي دجله حمودي حطها في قلب الملعب حلوه جوه ال 18. محمود علاء تغطيه، يا سلام يا ولد محمود، يحط جسمه كويس قوي، يحطها رمزي خالد ببطن رجليه. محمود علاء يقطع، محمود علاء لعبها ناحيه الشمال السيد سالم مره ثانيه. معروف يوسف دربكه كده وادي ستانلي. السرعات هنا هتفرق بقى طبعا. واحد خدها لنفسه، شيكابالا لكن تخبط وتروح مره ثانيه محمود علاء لكن يشتت رجله جدا. محمد عوده ولاعيب المقاولين العرب كوريدي دي حط رجله محمود علاء، خطفها، حكم اللقاء بيقول له ما فيهاش حاجه لمصطفى طلعت. ابو شعيشه حط البينيه، هي دي الغنام، هي دي الثغرات، لكن حكم اللقاء بيقول له ما فيهاش حاجه. هي دي الثغرات الدفاعيه في دفاع فريق وادي دجله بتتحط. شيكابالا استلم، شيكابالا حطها على حدود خط 18. معروف دولة بالمعروف لكن يشتت مرة ثانية. محمود علاء هيعمل ايه؟ حطها شيكابالا يا ولد لعيب، عرضية حلوة لكن مش على عدلاته، رايح على رجله اليمين، يطلع مرة ثانية محمود علاء. ستانلي زي ما عمل كده فتح الله مع نهايه الشوط رغم الاداء الهجومي اللي ما كانش على ما يرام في فترات كبيره للانتاج الحربي. يلعب على طول جونيور قصيره لستانلي، انما محمود علاء في مكانه في الجبهه اليسرى الدفاعيه في الدقائق الاخيره اللقاء اللي فازوا بيه. وتملي اللقاءات مع الفرق الكبيره هي اللي بتعلم مع قبل مرحله نادي سموحه السكندري. تاني عند في وسط الملعب مع الاثنين الفراوده الرئيسيين النهارده ستانلي ومحمد شريف. يلعب على طول محمود علاء، سلم واستلم مع ملوده الدوري المصري. وقلت النهارده الاثنين اللي لعبوا للنادي الاهلي بتاريخ وبطولات كبيره سواء الحضر. اماميه اتحطت ناحيه اليمين لعمر جابر لكن يطلع مره ثانيه محمود علاء. اماميه اتحطت في العمق، محمود علاء نص الملعب لازم يلعبوا في المناطق الاماميه. اتحطت جوه ال 18 لكن هنا يطلع محمود عيلي مريخ السوداني. الجزاء يلعب الطريقه الاماميه. نفكركم تاني يا اعزائي المشاهدين ان فريق المقاولين بيلعب بالزي الازرق النهارده لكن وادي دجله بيلعب بالزي الاسود.